السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. ان شاء الله الفيديو ديال اليوم غنشارك معكم الملوي. وهذا الفيديو خاص بالاخوات اللي ما كيصدقش معهم الملوي والاخوات المبتدئات. لا تبعوا هذا الفيديو، راه غيولي ينجح معهم الملوي من اول تجربه. على بركه الله كنبداو بالعجين. كما كتشوفوا معايا هنايا انا عندي فينو، عندي تقريبا واحد زلافه ديال الفينو، عندي شويه ديال السكر، وعندي هنايا الملحه، وعندي جوج زلايف ديال الدقيق الابيض. بالنسبه للسكر تقدروا ديروا سنيده، انا هنا ما كانش عندي سنيده، راه اكتفيت به غير نص طوبه عفوا ديال السكر. صافي جمعت العجين ديالي مباشره، راني مدلكتها غير جمعتها. صافي كما كتشوفوا العجين هنا راه قاصحه. صافي دهنتها بشويه ديال الزيت وغادي نوضعها في هاد البلاستيك هادي. ومن بين الاسرار ديال الملوي باش يجي الملوي فتي وفي نفس الوقت يجي ممرق، هي تخلوا العجين يرتاح المده الكافيه، تقريبا من ساعتين حتى 3 سوايع باش يعطيكم نتيجه واعره. وهذا راه سر من بين الاسرار اللي كيجي بها صراحه الملوي ناجح. كما كتشوفوا هنايا تقريبا انا خدت ساعتين ديال الوقت. عاد رجعت ليها. هنايا راه كانت ما شاء الله طلقات العجينه كما شفتوا، انا من بعد من جمعتها كانت قاصحه، وهنا شوفوا ما شاء الله راها مطلوقه. هذا دليل على انها راه ارتاحت. شوفوا القوام ديال العجين كيفاش ولا. صافي مباشره غادي هنايا غادي نجي وغادي نشكلها. بالنسبه يعني الكره ديال الملوي ديالكم، خذوا القياس اللي نتوما بغيتو، تقدروا ديروهم كبار ديروهم صغار، ولكم الاختيار. بالنسبه هنايا انا درتهم تقريبا ماشي كبار بزاف، المهم راها ماشي صغار. هذا هو القياس اللي انا خديت في الملوي ديالي كما كتشوفوا. صافي غادي نشكل العجين ديالي كامله على هذا الشكل. بالنسبه للاخوات اللي ما كيصدقش معهم الملوي وما كيجيهمش مورق، لا تبعوا هذا الفيديو. انا متاكده ان هاد الطريقه غيولوا معتمده عندهم، راه كيجي بها الملوي غزال. صافي هنايا بعد ما شكلت العجين ديالي كاملين غنغطيه ونخليهم يرتاحوا واحد شويه، غير تقريبا على ما وجدت الزبده ورجع لي مباشره يعني نسرحهم. صافي هنا كما كتشوفوا راني كنت غطيتهم وخليتهم ارتاحوا كما شفتوا. غير وجدت الزبده والفينو، هنا راه عندي مزيج ما بين عفوا السميده الخاصه بالحرشه وزايده معاهم شويه ديال الفينو. وهنايا راني ضفت واحد الساشي ديال الخميره ديال الحلوى، وغنخلط هاد المزيج على الشكل هذا. صافي والزلافه الاخرى راني خديت فيها الزبده مع الزيت، يعني اللي كنت وضعتها على البوطه وزدت ضفت ليها حتى دابت وضفت ليها الزيت. صافي هنايا خديت هاد البلاطو هو اللي غادي نسرح فيه العجين ديالي. بالنسبه للاخوات المبتدئات، بالنسبه لهاد الطريقه راها عمليه، يعني ياخذوا شي بلاطو ولا شي صينيه اللي يقدروا يسرحوا عليه ويسرحوا فيه الكره ديال العجين ديالهم كامله، يعني يسرحوه باش تجيهم العجين مورق. يعني خاصهم يرقوا العجين. وهذه الطريقه راها عمليه للناس اللي باش المهم يعطيهم القياس ديال التسريحه ديال العجين. هذا هو اللي بغيت نقصد انا في هذا الفيديو. صافي هنايا راني سرحت العجين ديالي مزيان، دهنتها بالزبده مع الزيت ورشيتها بشويه ديال المزيج اللي راني مخلطه ما بين السميده والفينو بهذه الطريقه. صافي ومن كتكونوا كطويو يعني طويو الطيه مرخوفه، ما تكرزوش اليد ديالكم كما كتشوفوا باش يجيكم الملوي مورق، يعني ما تكرزوش اليد ديالكم. صافي هذه هي الملويه ديالنا كتجي بهذا الشكل هذا. راها طريقه سهله. غادي نشكل معكم وحده اخرى. صراحه داغيه كيوجدوا راه ما يعني ما ياخذوش الوقت طويل، غير خاص العجين تكون عاطيه الطوع وصافي. كما كتشوفوا انا شكلت وحده اخرى كنقرص الجوانب مزيان. صافي كنرش الزيت مع الزبده، انا ما كنخدمش بالزيت بوحدها والزبده بوحدها،
يعني أنا كندير الزيت مع الزبدة بهاد الطريقة. صافي طريقة عملية صراحةً، وأنا هاد الطريقة راها نجحات معايا. جربت بزاف ديال الطرق، ولكن هاد الطريقة هي اللي كانت ناجحة معايا وكيعجبني الملوي ديالها. كنت شفتها عند واحد الأخت تقريبا شي 4 سنين دابا. كنت شفتها عند واحد الأخت وبقات معتمدة عندي. صافي هذه هي الطريقة راها ساهلة. هنايا بعد ما ساليتهم كاملين كما كتشوفوا معايا، غير الشكل ديالهم راه كيبان بانهم راهم مخدومين زوينين. صافي غادي نغطيهم ونخليهم يرتاحوا تقريبا واحد 10 دقائق ونرجع ليهم من بعد. صافي هنا بعد ما رجعت ليهم غادي نبدا نقرص في الملويات ديالي. راني واضعه المقله كتسخن. صافي كنت حاطه وحده صراحه كطيب. انا قربت لكم الكاميرا، كنت وضعت وحده كطيب. شوفوا ما شاء الله كيفاش كتجي وكتنتفخ. يعني غير من كتنفخ لك الملويه هذا دليل على انها كتجي مورقه من الداخل. غير بقاو مره تقلبوا فيها وتحركوها، يعني ما يعني عملوا لها بحال هاد، بحال كتبقاو تدوروا فيها بهذه الطريقه. نتمنى يكون الفيديو شارح راسو. صافي هنا بعد ما حيدت يعني الملويه الاولى، هنا وضعت الملويه الثانيه. غير حطوها مباشره غتقلبوها، ما تخلوش حتى تحمر من التحت عاد تقلبوها مباشره. كما شفتوا هي مازال ما طيباش. صافي قلبوها مباشره. هنا كنبقى نقلب فيها بهذه الطريقه. هادشي كيساعدها على انها تنتفخ وتورق من الداخل. انا كنشرح بالنسبه للاخوات المبتدئات والاخوات اللي ما كيصدقش معاهم من الملوي. اما تبارك الله راه بزاف ديال الناس وكاع العيالات حادقات والله يحفظهم ويخلي لهم صحيحتهم. صافي انا كنت طيبت هاد الكميه كما كتشوفوا مباشره كنقلبها، يعني غير كنحط غير واحد شويه. صافي كنقلبها. هنايا انا كنت طيبت تبارك الله هنايا تقريبا ما عرفتش شحال. المهم راني طيبت هاد الكميه وغادي نشاركها معكم كيفاش كيجيو. شوفوا ما شاء الله راه كيجيو فتيين ومقرمشين في نفس الوقت، وراه كيجيو مارقين حتى من الداخل. هنا كانوا مازال سخونين. صافي غادي نسرح ليهم واحد المنديل وغادي ولا شي زيف وغادي نحطهم باش ما يعرقوش مع بعضياتهم. مع كما شفتوا معايا راه كاينه كميه كثيره ديال الملوي. صافي وغادي نبقى نطيب بها الطريقه. وراه دغيا كيوجدوا كما شفتوا معايا راه ما كياخذوش الوقت. بالنسبه الطياب ديالهم تقدروا نتوما تحكموا فيه. بغيتوا تحمروهم مزيان حمروهم، بغيتوا تخلوهم يعني غير يعني نص طيبه ديروا ليهم نص طيبه. كما كتشوفوا شوفوا ما شاء الله وشوفوا الكميه اللي انا طيبت. راه كيجيو فتيين صراحه ومقرمشين. انا كنت انا درت ليهم غير نص طيبه، يعني انا كما شفتوا معايا ما طيبتهمش مزيان حيت غادي نحتفظ بهم في المجمد حتى نبغيهم ونكمل لهم الطياب ديالهم. انا طيبت كميه كثيره كما شفتوا معايا وخليت ليا الكميه اللي غادي نتناولوها ولا غادي ناكلوها، وهادو اللي غادي نحتفظوا بهم ان شاء الله في المجمد. لا عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا عندي في القناه، تخلوا شي كومونتير زوين. مع السلامه في فيديو جديد ان شاء الله.